يا صباح النور والسرور، صباح الفل والرزق والياسمين والطاقة الإيجابية على اخواتي. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. جايلكم النهاردة فيديو جديد، روتين جديد، يا رب يعجبكم ويكون عند حسن ظنكم. لو أول مرة تشوفي القناة بتاعتي، أتمنى يا قلبي لو حبيتيني واستفدتي مني ولو حاجة صغيرة تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد أنا بنزله، وتاخدي لفه كده في قناتي وتكتبي لي كومنت بيشجعني عشان اكمل معاكم. حابه اشكر كل اخواتي وحبايب قلبي اللي دخلوا معايا قناتي، وحابه اشكر اخواتي وحبايبي اللي موجودين في القناه. يلا بينا كده نبتدي الفيديو النهارده ونقول بسم الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عارفه ان انا متاخره عليكم جدا، بس حقكم عليا والله العظيم ما بايدي خالص. انا النت عامل عمايله وعامله باقه اضافيه وخلصت، وجايبه كروت وخلصت. فيعني بصوا، انتوا عارفين بقى ان يعني انا الدنيا معايا مش احسن حاجه اليومين دول، اخر شهر وكده، وايجار بقى ودروس وكده، فمش عايزه بقى شايلكم همي. فقلت بقى مش مشكله، اليومين اللي انا ما يعني اخدت فيهم بريك كده انا بصور، وان شاء الله هنزل لكم فيديوهات جامده جموده. انا الفيديو دوت بصور لكم حالا عند ماما النهارده الخميس، الصبح ان شاء الله الجمعه، جمعه مباركه عليكم يا رب وعلى كل حبايب قلبي. عايزاكم تتفاعلوا معايا على الفيديوهات عشان اتشجع بيكم، عشان الجنونه. فالمهم كده قبل ما اروح عند ماما قلت بقى اقوم اخلص اللي ورايا كل الصبح بدري. كنت رايحه عند ماما عشان خاطر تطعيم يونس، كان يوم الخميس، وانا مش كنت ناسيه. انا قلت في الصحه اخر مره قالوا لي لو اتاخرتي على ميعاد التطعيم بتاع السنه، يعني لو النهارده مثلا كمل سنه ويوم ما تجيش تاخديه. فانا اتاخرت لان انتوا كان يعني عارفين ان انا كان عندي فرح الشهر اللي فات، وعيد ميلاد يونس كان يوم الفرح، فانا سهيت وما روحتش. فلقيتهم اتصلوا بيا على التليفون ان انا ما اخدتش التطعيم السنه، فتعالي خديه عشان اخر ميعاد يوم الخميس الجاي. فطبعا انا ما كنتش اعرف ان هو تطعيم في البق ولا ابره ولا ايه. فالصراحه رحت بقى عند ماما من يوم الاربع بالليل عشان خاطر يصبح عليا الخميس الصبح بدري، يعني اروح واسيب يعني اسر عند ماما. المهم كده قمت بدري كده. يوم الاربع الصبح بيبقى عندي درس الساعه 12. لما ببقى نايمه بدري واخده يعني كفايتي في النوم بالليل شويه، بقوم بلاقي نفسي قايمه اوريدي بدري، يعني مثلا ممكن 9 8 كده. فالمهم اليوم دوت صحيت حوالي الساعة كده 10. آسر هو اللي صحوني 10. فقلت بقى لا، وما اشوف اللي ورايا عشان اروح اوديه الدرس واجي اعمل مثلا غدا بسيط كده وسهل، ويعني انزل يعني على ايه بعد المغرب او بعد العشاء عند ماما. الاوضه دي كانت عايزه تتعمل كده، وكانت يعني البيضات اللي انا فرشيها، الحته اللي انا فرشيها على الركن كانت عايزه تتغير. انتوا عارفين ان ماما عطشاني الدفايه ديت عاملاها لي كده، قالت لي خدي حطيها على الركن، ربنا يا رب يبارك لي فيها ويبارك له في يعني يبارك لكم في امهاتكم يا رب، ويرزقكم كل حاجه انتوا بتتمنوها، ويرزقكم كده يعني الخير كله، ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، ويكبر بخاطركم ويكبر بخاطري يا رب العالمين. واكمل بقى شروط القناه معاكم، وتحطوا لي بقى اللايك والاشتراك عشان خاطر اكون معاكم 1000 قريب. انا عارفه ان انا متاخره جدا على 1000 مشترك، بس الحمد لله. يعني ربنا بيعمل الخير كله، وانا مش زعلانه. الروتين دوت صغير شويه عشان خاطر انا يا دوبك بس عملت الروتين دوت. كنت عامله معاكم المطبخ والحمام والصالون وكله، هي بس الاوضه دي مطرح ما احنا ما كنا بنقعد فيها كده، هي بس اللي كانت عايزه تتعمل. فالمهم قلت بقى ايه اعملها، وبعد ما اعملها انزل اسر الدرس، وبعد ما اخلص بقى وانزل اسر الدرس واطلع ميبقاش ورايا اي حاجه. شربت بقى كده القهوه الصبح وفوقت، وبعد كده بدات بقى في البيت في الاوضه دي. كانت النيه ان انا اشيل السجاده وكده، بس الصراحه انا قلت لسه شايلاها قريب ومفيش اي حاجه، وانا كل يوم بعملها بالمكنسه بالكهرباء. فقلت اعملها يعني بالمكنسه بالكهرباء كده معاكم، واغير اللي هي الحتت دي، وامسح كده الارض بالشرشوبه وخلاص كده عشان البس اسر وانزل. طبعا يونس شفته كان صحى وكان معايا في الاوضه هو واسر. فرحت قلت لهم لا،
اطلعوا بقى العبوا في اوضتك بره، وانا بقى اخلص عشان عندنا درس واخلص وانجز. طول ما هم معايا في الاوضه مش هعرف اعمل منهم حاجه، بس دخلوا برضو. المهم كده قومي تشجعي معايا، ولو وراكي اي حاجه قومي اعمليها وخلصيها. لسه بدري على الشتاء شويه، مع ان عندنا الجو في الشتاء يعني في الاسكندريه قصدي بدأ يسقع بالليل. انا قاعده حاليا في البلكونه عند ماما بسجل لكم الفيديو، عشان كده صوتي واطي شويه. آه بصوا الجو تحفه بالليل، انا بحب قوي الجو اللي هو الهدوء بتاع بالليل دوت. بحب بقى ان انا اشرب حاجه سخنه كده، وقلت بقى اسجل لكم وانا واقفه كده في البلكونه، ويعني الجو حلو جدا. فقومي كده روقي اللي وراكي واعملي كل حاجه وراكي، لو الفيديو ده ان شاء الله هيظهر لك بالليل. طبعا حبايب قلبي واخواتي ومن ضمنهم رباب، ربنا يخليكي يعني في صحابي بيتفرجوا على الفيديوهات ويعني عايزين يعملوا اكونت عشان يعلقوا لي، فانا عارفه طبعا اللي بيتفرجوا وعارفه اللي بيكتبوا لي كومنتات وكده، فهم قالوا لي نزلي الفيديو الصبح عشان خاطر يعني احنا دلوقتي وقت مدارس وبيناموا بالليل وكده. فانتوا حابين برضو انا باخد رايكم اهو تاني، اعمل بقى الفيديو الصبح ولا بالليل؟ يعني انزل الفيديو الصبح ولا بالليل؟ هجرب مره انزل الفيديو الصبح، ولو لقيته يعني حلو ومشاهدته حلوه فهنزل كده الفيديو الصبح ان شاء الله. لو لقيته المشاهدات هي فهبتدي ان انا انزل بالليل تاني، لان انا ساعات لما باجي اصور مثلا روتين زي مثلا دوت خفيف كده وظريف بسجل وانزله على طول في نفس اليوم، فاهمين؟ فبفكر كده يعني على الاسبوع الجاي ان شاء الله، لو يعني ربنا اداني العمر اصور الاسبوع الجاي كله فيديوهات كده صغيره، يعني 11 دقيقه 10 دقايق كده، وانزل مثلا 4 ايام او 5 ايام في الاسبوع، واخد مثلا يومين بريك، لان انا ساعات ببقى مش قادره ان انا اقوم اصور. فقولوا لي برضو رايكم في الكومنتات. المهم بقى خلصت الاوضه بالمكنسه وعملتها بالشرشوبه وغيرت كل حاجه فيها. اه نسيت اقول لكم ان انا مسحت المرايه بتاعه الشفونيره بتاعه اوضه النوم، بس طبعا عشان كنت عايزه انجز بسرعه فمسحتها مع نفسي. انا كنت عاملاها معاكم قبل كده، بجيب سلكه ناشفه واعملها. غسلت بقى الكوتشيات وكان عندي غسيل، قلت بقى اقعد الم معاكم بالمره واطبقه. بصوا اكتر حاجه بتزهقني في الغسيل ان انا اطبقه بجد والله، يعني انا كل حاجه يعني سهله عليا. تطبيق الغسيل وان انا مثلا ارصه ديت يعني تقيله على قلبي، مش عارفه ليه، مع اني والله انا بخلص على طول واروح رصاه على طول في الدولاب. والدواليب بقى مهما تعملي فيها، مهما تنضفيها، مهما يعني ترصيها، ومهما يعني تعملي كل حاجه فيها، الدواليب هي يعني ما بتترتبش. ف يعني دايما بخلي ايدي دايما في الدواليب على طول. كده كده انا لبس الشتوي والصيفي بتاع الاطفال، الدولاب بتاع الاطفال مخليه الشتوي من تحت، وهدوم بقى اللي هم الاولاد النص كم والكم والبنطلونات اللي تحت البنطلونات بقى اللي هي البرمودات والحاجات اللي بتتلبس في الصيف ورا وبطل يعني، والشتا بيجي بروح مطلع لهم بقى الدفات والترنجات قدام. بنقل كده ان شاء الله، هعمل برضو تنظيفات تاني لاوضه الاطفال قبل الشتا، هنظبطها مع بعض وهنعمل كل كده حاجه هتتعمل في الشقه تاني قبل تنفيذ الشتا دي. هعملها معاكم. امسح بقى كل حاجه كده على تراب، مع ان انا ايدي على طول في الشقه وكل يوم وكده. والله عايزه اقول لكم بعد ما خلصت الاوضه ديت ونزلت رحت بديت اثر الدرس وطلعت عارفين كاني ما عملتش حاجه في الشقه، وحياه ربنا. كنست الشقه تاني ومسحت الارض تاني بتاعه الركنه، عملتها تاني بالمكنسه بالكهرباء وقبل ما امشي عند بعد ما اتغدينا كنستها تاني بالمكنسه بقى العاديه. يعني عايزه اقول لكم دايما ايدينا بتبقى يعني في الشقه، فاللي هو ايه هتحسي نفسك ان مش عايزه تعملي اي حاجه في الشتاء. فقومي كده و يعني استعيني بالله. شوفي بقى دولابك عايز يتعمل، غرفتك مثلا المطبخ الحمام الصالون، يعني ايه ما تكسليش كده. لو كسلانه والفيديو ده ظهر لك اتشجعي معايا. يلا تعالوا بقى احكي لكم اللي حصل معايا بعد ما يعني رحت عند ماما بالليل. رحت بقى الصحه ادوا ليونس حقنه في دراعه اليمين، وبعد كده ادوا له تطعيم نقطتين كده الدكتوره اديتهم له في بقه. كده قالت لي اطلعي فوق اعملي تحليل انيميا وانزلي تاني. بعد ما نزلت قاسوله وزنه وطوله، وبعد كده قالت لي لو بيقع منك خلي بالك منه، متخليش يعني ايه اي طفل عندك او عيال اخوك او كده ان هم مثلا يقعوا، يعني خلي بالكوا على العيال جدا.
وكل 6 شهور ليه كبسوله. الكبسوله دي زي تطعيم في البق كده، فخلي بالكم بقى، انا قلت حبيت يعني اقول لكم حاجه زي دي. الكبسوله ديت بتتاخد كل 6 شهور، يعني منعا لاي حاجه يعني تدخل جسمه لا قدر الله. انا بقى بعد ما خلصت كل حاجه والبلكونه مسحتها ونفضت الشيش، وانا كنت عايزه اعمل شيش بالرغاوي كده وايه واديله ايدي، بس الصراحه حسيت ان هو بيصدي. فدخلت بقى خلصت الغدا، عملت لهم طاجن مكرونه كده خفيفه، وما عملتهاش بالبشاميل، عملتها كده حطيت كل المكونات على بعض ودخلتها ورشيت عليها موتزاريلا. حبيت بقى انضف المطبخ كده مع نفسي، وريتهولكم برضو عشان نازله عند ماما بسرعه. ده كان الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى يكون عجبكم، واتمنى لو كنتوا استفدتوا منه لو حاجه بسيطه. اشوفكم في فيديو جديد، روتين جديد، ولو حبيتيني اشتركي في قناتي. مع الف سلامه.